سألت نفسك قبل كده ليه بتحس إن في حد بيبص عليك وإنت لوحدك؟ بتحس أوقات إنك متراقب، كأن في عين عليك. تبص وراك مفيش حد، تلف وشك مفيش ولا صوت، بس الإحساس لسه موجود. الحقيقة أغرب من اللي تتخيله. مخ الإنسان فيه جزء صغير اسمه أميجدلا، اللوزة الدماغية. ده مسؤول عن الإحساس بالخطر، وبيشتغل حتى لو مفيش خطر فعلي. يعني ممكن تسمع صوت خفيف أو تحس بحركة بسيطة، والمخ على طول يفسرها على إنها تهديد، فيبدأ يبعتلك إحساس في حد بيراقبك حتى لو مفيش أي حد. وده بيحصل وقت التوتر أو الوحدة، لما تبقى تعبان نفسياً أو خايف، أو لو كنت في مكان بتحصل فيه مواقف مش مريحة. الأغرب، العلماء اكتشفوا إن عقلك ممكن يخلق صورة وهمية لعينين بيراقبوك حتى لو مش موجودين، علشان تحمي نفسك. العقل بيبالغ في الخوف علشان يخليك يقظ. المرة الجاية اللي تحس فيها إن في حد بيراقبك، افتكر، مش شرط يكون في حد، بس عقلك شايف إنك محتاج تكون جاهز. هل ده حصل لك قبل كده؟ احكيلي في الكومنتات. ولو عايز تعرف ليه بنحس إن في أرواح حوالينا وقت النوم، قولي برضو في الكومنتات، علشان يكون ده عنوان الفيديو الجاي.